أهلا وسهلا إخواني أخواتي الأعزاء. لي الشرف اليوم باش نتلاقى مع سي إسماعيل. مرحبا سي عبد الغني. اللي الله يجازيك بخير، شكرا جزيلا. شكرا اللي ما قصروش من جهتي وعطاوني العناية الكاملة والعناية الخاصة، وجزاهم الله بخير علينا وما ردوا لهم في ساعة الخير. على كل حال الله يجازيك بخير. الله اي مغربي اي ضيف كيخصو يكون فوق الراس. جزاكم الله بخير. وهذه من شيام العرب ومن شيام المغاربه هما سباقين لهذا الشيء هذا. ترى في دارك. نعم الله يجازيك بخير. الله يعمر بك. الله يعمر بك. السي اسماعيل هو منسق في الوكاله ديال بيت مال القدس، وتيقوم بواحد العدد ديال المهام اللي مكلفينه بها يعني السلطات المغربيه على راسهم صاحب الجلاله نصره الله، اللي هو تيقوم وتيتبع خطوه خطوه هذا الشيء. هذا الوكاله ديال بيت المال كتقوم انا ما كنتش عارفها، ولكن اليوم وليت كنعرف بانه كتقوم بواحد العدد ديال الاعمال ما شاء الله. اولا تعطي القفه اللي عندنا في المغرب كاينه هنا، الافطار ديال اليتامى وغير اليتامى، الشهريات يعني اللي كتعطى شهريا. ناهيك على واحد الاحسان اخر اللي هو يعني راه غادي الله غادي يحطه في الميزان المقبول، اللي غادي يعود علينا وعلى سيدنا بالنفع. على كل حال اليوم تيوجدوا واحد الدار اللي هي دار المغرب، بيت المغرب اللي هو فيه واحد الاثار تاريخيه. عاودنا على ذاك بيت المغرب. بيت المغرب هو يعني اليوم فقط لانه مع اليوم 26 رمضان شايف المدينه كيفاش كتكون اليوم بالطرقات وكذا، ما كان شفناه اليوم. وراه موجود على فكره كانت الزياره الاعلاميه المغاربه اللي زاروا القدس في بدايه رمضان، كان زاروا البيت. وطبعا مرحبا بك في اي وقت ان شاء الله، سواء في هذه الزياره او في اي زياره اخرى. هذا البيت هو عباره عن مركز ثقافي مغربي، دار المغرب، من اكبر مركز ثقافي موجود في القدس. تم الحفاظ عليه كأي عمل كتقوم به وكالة بيت القدس، اللي هو الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة القدس. سيدنا نصره الله في تعليماته تم ترميم هذا البيت واضفاء الطابع المغربي، فيه الزليج، فيه الخشب منقوش، فيه التراث المغربي بالاضافه للحفاظ على التراث المقدسي. هذا بيت وبجوار الاقصى. وبجوار الاقصى. تبارك الله. هذا الشيء عندكم تبارك الله ممتاز. انا اليوم انا رحاله مغربي كتنظر العالم كله، وهذا الشيء غادي نحمله فوق كتفي باش نعاودوا للاخوان ديالي في المغرب وغير المغرب. وانا حامل رساله السلام في اين ما مشيت. وانا كندير ديك الدبلوماسيه الموازيه، وانا بحال هاد الناس عزيزين عليا، لانه العمل اللي كيقوم به عمل جبار. والله يجازيكم بخير، والله اللي غادي يعوضكم. اليوم عندنا الليله ديال القدر 27، وهذا النهار كبير عند الله. كنطلبوا من هذا المنبر انه المغاربه كلهم يعني باش يعود هذا ليله القدر بالسعاده والرزق، اللي ما عنده يعطيه واللي مريض يشافيه. وسيدنا ان شاء الله انت النصر سيدنا. ودائما الرايه المغربيه ودائما تنعيشوا تحت رايات وحده المغرب، تحت شعار الله الوطن الملك. والدراجه الناريه هي راه مشاركه والعالم المغربي هو معنا. تحياتي للاخوان، اهلا وسهلا. شكرا للاخوان، اهلا وسهلا.